السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأفضل حال يا رب إن شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الأجنحة أو الchicken wings اللي إحنا بنطلبها في المطاعم برّه بالشيء الفلاني، مع بعض هنعملها النهارده juicy كده من جوّه ومقرمشة وخطيرة من برّه، وبأسهل وأسرع طريقة، كل طريقة على بعضها كده هتاخد منِّك وقت تقريبًا 20 دقيقة، وعملنا جنبيها شوية بابا غنوج بس إيه حاجة كده حوار، وشوية مكرونة. تابعيني كده لآخر الفيديو عشان تعرفوا عملناها إزاي مع بعض. ونصلي بينا كده على رسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كمية الأجنحة اللي احنا هنشتغل بيها كده، ونكون كده منضفينها كويس ومغسلينها بخل وليمون. وادي كده نقطع الطرف الأخير ده من الأجنحة. هنعمل نفس النظام في بقية الأجنحة كده الطرف الأخير. ولو حابة تقسمي الجناح على 2 يعني كده بحيث إن هو تقطعيها بدل ما تبقى 2 كده في بعض، تقطعيها على 2 ده يرجع لذوقك عادي برضه، بس أنا حبيت إن هو يبقى زي كده. زي ما شايفين خلصنا الكمية كده مع بعض. هنيجي هنا نعمل التتبيلة سهلة وبسيطة خالص، مش هتحتاج مننا أي حاجة. عندي هنا توابل فراخ وكاري وجنزبيل ونشا. نشا ليه؟ طبعا عشان يدينا القرمشة من بره كده زي اللي احنا بنشتريها من المطاعم. وزي ما انتوا شايفين جنزبيل معلقة صغيرة، هتلاقوني كاتبالكوا المقادير تحت في الوصف. وتوابل فراخ وكاري ومعلقة كبيرة صلصة وملح. دي التتبيلة بتاعتنا، وادي نص كوباية مية. نص كوباية مية ده عشان ندوب فيها النشا وندوب فيها بقية التتبيلة. أسهل وأسرع تتبيلة فراخ هتطلع معاكي نفس الطعم بتاع اللي احنا بناكلها في المطاعم برا. بتقلبيها كده كويس، أهم حاجة تقلب التوابل كده كويس مع بعض. هتلاقيني كاتبالكوا المقادير بتاعت التوابل تحت في الوصف. هنحط كمية الأجنحة بتاعتنا كده. وهنضيف معلقة زيت. الزيت هنا ليه يا جماعة؟ بيخلي الفراخ طرية معانا، وفي نفس الوقت بيخلي التتبيلة كده تلزق على الفراخ كده ويخلي طعمها تحفة. نقلب كده التتبيلة كده كويس في الفراخ، ونخلي الفراخ كده تاخد التتبيلة معانا كويس. دي أهم حاجة. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا من غير ولا سمنة ولا أي مادة دهنية خالص، راح نحط الفراخ كده فيها على طول. ما تقلقيش حتى لو لصقت منك شوية مية سخنة كده وتنقع فيها الصينية هتطلع معانا زي الفل. أنا الصينية دي بصراحة ما غلبتش خالص في تنظيفها، يعني يا دوب شوية مية سخنة كده من لما خلصت الغدا دخلت لقيتها خلاص باشت ونطفت معايا زي الفل. رصينا كده الفراخ معانا. التتبيلة دي تعتمديها للأجنحة وبصراحة رهيبة، هتلاقيني زي ما قلت لك كاتباها لكم تحت في الوصف. أحلى حاجة بصراحة الأجنحة دي، يعني أحلى حتة في الفراخ. ادي كده، وبعد كده هندخلها الفرن معانا تقريبا في الفرن ما خدتش معايا ربع ساعة. ادي كده هنشغلنا النار وهنحط عليها بتنجانة، اهم حاجة تغسليها كويس وتحطيها على النار. هنسويها ازاي مع بعض؟ بصي كل شوية كده تديها تقليبة زي ما شايفة كده معانا، تقلبيها على كل جنب برضه في نفس الوقت، مش تاخد معاكي 10 دقايق او اقل كده وتلقيها استوت. بعد كده هنعمل معانا المكرونة. نجيب حلة كده وأي مادة دهنية أنت حباها، سمنة أو زيت. أنا هنا مستخدمة سمنة، وهتقلبي فيها المكرونة كده كويس. طريقة حلوة وجديدة للمكرونة المحمرة بصراحة، يعني أطعم مكرونة احنا أكلناها. وده كده كانت الفراخ طلعت معانا في الحال، يعني ما خدتش 10 دقايق في الفرن، تقريبا ربع ساعة بالظبط. زي ما شفتوا شغلت عليها كده وخدت معايا اللون بصراحة تحفة تحفة تحفة. قد كده المكرونة كانت اتحمرت معانا كويس. قلبي فيها كويس كده عشان ما تتحركش كده منك وتاخد معاك اللون الغامق ومش حلو. وتهدي عليها النار عشان لو النار عالية كده هتتحرق منك بسرعة. فراخ بصراحة يعني من بره مقرمشة وكريسبي كده، ومن جوه كده جوسي خالص طرية كده ومليانة عصارة وحاجة بسم الله ما شاء الله. ادي كده بصلة مبشورة فوق المكرونة اللي بنحمرها، هتدي طعم معاكي في حتة تانية خالص، طعم كده روعة. وتقلبيها كويس. بعد كده هنجيب فلفل أخضر أو فلفل ألوان أو فلفل حامي اللي تفضليه، بس أهم حاجة فلفل. وتقلبيه كويس برضو نفس النظام. بعد كده لو حابة تحطي توم هنا يرجع ليكي برضو، لو مش حابة خلاص أنا ما حطيتش توم. ونجيب برضو طماطمية مبشورة وتديها التقليبة كده تمام معاهم برضو. أحلى مكرونة ممكن تاكليها. معلقة صلصة كبيرة، خلي لون المكرونة كده تحفة. اديها برضو تقليبة تمام. بعد كده هنحط مكعب مرقة
لو مرقة فورية عادي، أي نوع مرقة اللي تتفضليه. لو مش ما فيش مرقة كده وعندك شوربة تبقى أحسن حاجة يعني. وادي كده شوية المية، وتحطي المية كده تمام، تظبط كمية المية بتاعتك على قد المكرونة اللي انت مستخدماها، وهتدوقي كده وتشوفيها عايزة ملح ولا أنا هنا كانت محتاجة ملح معايا. ظبطت الملح بتاعها وسيبتها على نار عالية عكس الرز. المكرونة المحمرة بتتساب على نار عالية كده يا جماعة. أول ما تلقيها شربت معاك المية كده تمام، تهدي عليها النار خالص، مش تشرب مية خالص، لأ، تبقى فيها شوية مية كده حلوين، وتطفي عليها النار. بعد كده نيجي للبتنجان، وهنعمل أحلى سلطة بابا غنوج ممكن تاكليها في حياتك. امشي على الطريقة بتاعتي كده وجربيها. أنا جربت كذا طريقة للبابا غنوج بصراحة يعني، ولا طريقة نجحت معايا قد الطريقة دي. أنا كل مرة نعمل بابا غنوج كانت محدش ياكلها خالص في التلاجة. دي بصراحة يعني ما خليناش فيها حتة. هتجيبي كده البتنجان وتقشريه كويس، أهم حاجة تقشريها كويس بعد ما احنا حطيناها في الفرن وشويناها. وعندك هنا كيسين طحينة أو معلقتين طحينة كبار، تمام. وعندي هنا التوابل كزبرة وكمون. بعد كده تهرسيهم بالمعلقة، معلقة بشوكة بأي حاجة، هي كده كده مستوية وهتتهرس معانا بسرعة. قلبيها كويس، بلاش خلاط، بلاش هاند بلندر، بيبوظ طعمها خالص. خليكي كده تهرسيها كده بيدك كده بالمعلقة أو شوكة. يعني اديتها تقليبة، بس حبيت نجيب برضو شوكة كده نديها التقليبة تمام عشان نتأكد ان هي كده معايا اتهرست وزي الفل. بس كده هنعصر عليها ليمون، الليمون بيديها مزازة كده وطعمها بيخليها طعمها خطير خالص. كزبرة وكمون، ولو حابة تحطي فلفل حامي كده شطة، برضو على حسب ما تفضلي يعني. شوية ملح وشوية زيت ونقطة خل، تقريبا معلقة كبيرة كده، وتقلبي ده كله مع بعضه. وأحلى سلطة بابا غنوج ممكن تاكليها وممكن تعمليها، وسهلة وسريعة ومخدتش مننا وقت خالص. وبلاش خلاط في بابا غنوج يا جماعة، مش بيخليها حلو خالص. وكده هنقدم معانا الأكل النهاردة. شوية المكرونة اللي احنا عملناهم زي ما شايفين كده، المكرونة مفلفلة كده وحلوة وجميلة معانا، بسم الله ما شاء الله. وبعتذر يا جماعة عن صوتي لأن بصراحة واخدة الدور وتعبانة. وادي كده سلطة البابا غنوج، بسم الله ما شاء الله. شايفين قوامها ازاي، أحلى من اللي بناكلها في المحلات. حاجة انت عاملاها بإيدك كده ومضمناها، بس بصراحة طعمها كان في غاية الروعة مع الأجنحة. في نفس الوقت عملنا أكلة اقتصادية مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت عملنا محمر ومشمر وأكلات حلوة كده. حطينا كده عليهم شرايح ليمون، زي ما شايفين كده. وادي الأجنحة معانا، أحلى طبق أجنحة ممكن تاكليه. زي ما شايفة اللون بتاعها كده تحفة خرافي. مقرمشة من بره وفي نفس الوقت طرية وجوسي من جوا، وفي نفس الوقت برضو ما خدتش معانا وقت خالص خالص في تحضير الأكل. سهلة وسريعة كده. وادي كده قرنشناها بشوية ليمون. واحلى اكله واسرع اكله ممكن تعمليها لو انت مزنوقه في اي وقت، هتسند معاكي. والاجنحه كده برضو في نفس الوقت مش مكلفه معانا، حاجه كده بسيطه، وعملنا اكله محترمه منها. وشويه المكرونه دي مش عارفه اقول لكم ولا اوصف لكم طعم المكرونه ولا جمال المكرونه بالطريقه دي. احلى مكرونه محمره ممكن تاكليها، وسهله وسريعه وفي نفس الوقت طعمها حكايه. ادي الاجنحه زي ما شايفين كده، لونها تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله، ولا طعمها في حته تانية خالص. نستناكم تجربوها وتقولي رأيكم فيها في التعليقات ايه. وادي المكرونة بتاعتنا المحمرة، شوية البابا غنوج اللي حكاية. شايفين اللون يا جماعة، لونها تحفة، لا وطعمها أروع. زي ما شايفين كده، ما تنسوش تدعموني في نهاية الفيديو كده بلايك وشير، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. ادي كده الأجنحة زي ما شايفين. بصي كده، شايف الأجنحة مستوية معانا وزي الفل ودايبة دوب. كل ده في ربع ساعة بس سوا في الفرن. تقريبا وقت الأكل كده كان كله على بعضه كده تقريبا نص ساعة. نص ساعة كنت عملتي أكلة محترمة معتبرة، وما وقفتيش كتير في الوقت في المطبخ. وفي نفس الوقت الجو حر زي ما شايفين معانا كده. وإن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد أحبائي في الله، مع السلامة.